السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة جديدة على قناة علمتني الحياة مع سما وكتاب سندريلا سيكريت ضمن قائمة الكتب المسموعة على القناة. يا رب تعجبكم ويا رب تكون بتفيدكم. احنا معانا النهاردة الفصل السادس، أنا حكيمة. والفصل ده بقى محتاج ايه؟ بهدوء كده وروقان، وممكن نعمل كوباية حاجة حلوة كده نشربها. كل واحد بيحب حاجة، كوباية شاي، كوباية قهوة، كوباية نسكافيه. ويلا بينا نبتدي على طول نسمع مع بعض الفصل السادس، أنا حكيمة. الفصل بيبتدي بالمقابلة السادسة بين سندريلا وأشجان بعنوان اعمل الصح. اللهم صل على النبي. أول مرة تجيلي فردة بوزك، خير يا سندريلا؟ شكلك مبسوطة. أنا فعلا مبسوطة. امبارح حاتم رجع فريدة لمريم. حاتم وفريدة ومريم؟ مين دول؟ مسلسل تحت السيطرة، ايه ما شفتيهوش؟ ده علمك مليان كوتشنج للصبح. واحد كده عريض المنكبين، طويل الذراعين، ملون العينين، بيكوتش المدمنين اللي في المسلسل. المهم يا اشجان انه فريده رجعت لامها الحمد لله، بعد ما كان حاتم الغلاوي ده مدوخها عليها. يا قلبي. قلبك مين؟ جاك ضربه في قلبك. انا مال انا ومال القصه دي؟ عملتي ايه في الواجب اللي كان عليك يا قطه؟ بصي، انا طلعت من المره اللي فاتت دماغي بتلف من كتر المعلومات. رحت كده واستهدت بالله وضربت كوبايه سحلب، وبعدها شب قصب، وبعدهم ها انجزي. مش عايزه اعرف كل اللي دخل معدتك الشريفه من امبارح. المهم، فكرت في الكلبشات، لقيتني تقريبا عندي كلهم، بس اكتر واحد كان الكآبة والاستياء والتسويف والقلق والحكم على الغير دول اكتر واحد. ما انا لما لقيتهم كتير قلت هبدأ باكتر واحد فيهم فعلا، فبدأت باللوم. حلو جدا، وعملت ايه بقى؟ بطلت الوم جوزي ومرات ابويا واخواتي على اي حاجة بيعملوها. قطعت معاهم كلهم لانهم اصلا ما عندهمش دم. يا اختي، اقول ايه بس يا ربي؟ بهزر معاكي يا شوشو. لا، انا فعلا ابتديت اتحمل مسؤوليه حياتي وبطل اعلق تعاستي على شماعه الاخرين. حلو موضوع الشماعه ده. حلو. طب وفكرتي في ايه كمان؟ حاجات كتير. بس الاول انا عندي سؤال. انا سمعت المدمنين في مسلسل تحت السيطره كانوا بيقولوا: اللهم امنحني السكينه لاتقبل الاشياء التي لا استطيع تغييرها، والشجاعه لتغيير الاشياء التي استطيع تغييرها، والحكمه لمعرفه الفرق بينهم. يعني ايه حكمه؟ والحكمه دي بتجيلنا ازاي؟ يعني ايه اللي بيخلي واحد يتصرف بحكمه وواحد تاني لا؟ ده سؤال جميل وعميق جدا. شوفي يا عميقة، أولا الكلمة دي اللي قالها أصلا كان عالم في اللاهوت اسمه رينهولد نيبر سنة 1942، مش من تأليف المسلسل يعني. وثانيا الحكمة ببساطة شديدة معناها إنك تعملي الحاجة الصح في الوقت الصح بالطريقة الصح. انتي مالك قلبتي الأستاذ غسان مطر كده؟ طب ما أنا سؤالي إزاي بعرف إن دي الحاجة الصح وده الوقت الصح ودي الطريقة الصح؟ أتفرج مثلا على مسلسل معين؟ يا دي المسلسلات، انت هتقضي حياتك كلها قدام التلفزيون؟ قبل ما نشوف ازاي يا سندريلا، تعالي الاول نشوف ليه الانسان محتاج يكون عنده حكمة، وايه اللي بيحصل لما مش بيكون عنده الحكمة. بيدمن زي طارق. طارق مين؟ طارق ده واحد في مسلسل تحت الستارة كان مدمن وبطل ورجع وبطل ورجع وبطل بتاع 37 مرة، وخسر بقى اصحابه وطلق مراته واخوه قلده ومات من الادمان، وامه رمت طوبته عشان كان بيسرق منها الانتيكات اللي في البيت. بس بصراحة كان عندها حتة فاز كريستال اول ما شفتها. خلاص يا سندريلا، هنسيب الحكمة ونتكلم عن الفاز. زي ما انتي قلتي كده، غياب الحكمة مش مجرد بيخلينا نغلط لأن كلنا بنغلط، إنما غياب الحكمة بيخلينا نعيد نفس الغلط بالرغم من النتيجة الوحشة اللي بنوصل لها كل مرة. غياب الحكمة بيخلينا ما نتعلمش من تجاربنا ولا نتعلم من الحياة عموما. غياب الحكمة بيخلينا ساعات نتصرف تصرفات تخسرنا كتير جدا. لو بصيتي حواليكي كده هتلاقي ملوك ورؤساء العالم أوقات كتير بياخدوا قرارات تحدف بلادهم 50 سنة لورا. ليه؟ مفيش حكمة. فعلا، حماتي قالت كده لجوزي يوم فرحنا، بس مش 50 سنة. قالت له: انت كده بتحدف المملكة 5000 سنة لورا يا ابني. مش عارفة الحقيقة هي كانت تقصد ايه. طب سؤال، نشتري الحكمة دي منين يا شوشو؟ الحكمة دي مش بنشتريها يا سندريلا، الحكمة عبارة عن خبرة وعلم وحكم صحيح على الأمور، ودي حاجات مش بنتولد بيها، دي بنكتسبها في حياتنا، بس بشرط اننا نكون مركزين وواعيين، مش عايشين في الحياة كده وخلاص. يعني نعمل ايه يعني؟ هديلك حاجة تقريها عن الحكمة وبعدين نتكلم. كل شوية حاجة تقريها حاجة تقريها حاجة تقريها، مفيش حاجة تاكليها. سندريلا، والله ما انت قايلاها، هقوله لوحدي. فاعل ولا مفعول به؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والسيد المسيح بيقول إن الحكمة هي نور كل قلب.
وأرسطو قال الحكمة رأس العلوم والأدب والفن، وأفلاطون قال الفضائل الأربعة هي الحكمة والعدالة والشجاعة والاعتدال، وهيجل قال الحكمة هي أعلى المراتب التي يمكن أن يتوصل إليها الإنسان، وعلم النفس الإيجابي قال الحكمة هي تناسق العلم والخبرة واستخدامهم المتعمد لتحسين الحياة. وبنافلوليجس دكتور في جامعة هارفارد قال الحكمة هي القدرة الفائقة على فهم طبيعة الأشخاص والأشياء والأحداث وتوقعها والاستفادة منها. وأم محمد قالت قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة. أصل كفاية الصراحة كلام مجعلص. إيه قصة الحكمة؟ الحكمة هي كل الحاجات اللي فوق دي ما عدا كلام أم محمد طبعا. الحكمة هي الخروج من أفق ضيق جدا لأفق واسع في فهم الحياة والأحداث والأشخاص، وبالتالي تقييم الأمور بنظرة مختلفة، بنظرة أوسع من الأبيض والأسود، بنظرة أوسع من مصلحتي ومشاكلي وحياتي وحقي. الحكمة بتخلينا نتقبل الحياة ونفهمها صح، بتخلينا إحنا اللي نسيطر على رغباتنا مش هي اللي تسيطر علينا، بتخلينا نقدر ناخد قرارات ونتعامل مع الأحداث والأشخاص حوالينا بالشكل اللي يساعدنا إننا نعيش حياة بجودة ونسيب أثر في الدنيا ونحقق مراد ربنا مننا. طب أجيبها منين الحكمة دي؟ انت دايما قدامك طريقتين للحياة، طريقة سلبية بتبقي فيها ماشية بعشوائية كده في الدنيا مجرد مفعول به للظروف والناس والحياة اللي حواليكي والمواقف اللي بتحصل لك بتأثر فيكي من غير أي سيطرة أو تدخل منك، يعني من الآخر عايشة كده يوم بيوم. النهارده نجحتي في حاجة يبقى أنا ناجحة، بكرة واحد قالك انت أفشل واحدة في الدنيا يبقى أنا فاشلة، دلوقتي انت هادية ومبسوطة وكله تمام، كمان دقيقة واحد كسر عليكي بالعربية يبقى يومك باظ. النهارده قريتي كتاب حلو عن الجواز صدقتيه، بكرة سمعتي صاحبتك بتلطم يبقى الجواز وحش، وهكذا. انت في حياتك وتشكيل وعيك وخبراتك مجرد مفعول به. وفي طريقة تانية وهي انك تبقي فاعل في حياتك. فاعل يعني انا اللي بقرر اسيطر على افكاري ومشاعري، ادخل ايه في دماغي وايه لا، اتأثر بمين والى اي مدى، اتمالك نفسي ازاي في المواقف عشان اتمالك رد فعلي، اتعلم ازاي من الظروف اللي بتحصل لي بدل ما هي اللي تعلم عليا، وهكذا. وطبعا الطريق التاني اللي انت فيه فاعل واعي ومركز هو اللي بيخلي الواحد يكون رصيد محترم من الحكمة تساعده في النجاح في حياته والوصول لمراد ربنا منه. طيب اعمل ايه عشان ما بقاش مفعول به وابتدي يكون عندي حكمة في حياتي وتصرفاتي؟ 6 خطوات هنتكلم عن 3 دلوقتي و3 في الفصل الجاي. اقري رسالة. أول خطوة عشان تبني الحكمة في حياتك وتصرفاتك هي إنك تسألي نفسك هو مين هو مصدر الحكمة؟ مين اللي بيديكي السكينة في المواقف الصعبة فتتصرفي صح؟ مين اللي بيساعدك تشوفي الحكمة من المواقف الضلمة؟ الإجابة الحكيم، ربنا سبحانه وتعالى. بالتالي قبل أي حاجة مهم جدا تعرفي إن الحكمة دي أصلا مصدرها هو ربنا، وعشان كده أول خطوة هتخلي الحكمة في حياتك تزيد هي إنك تبقي دايما في تواصل مع ربنا زي ما قلنا في التانك الأول، عشان تقدري تقري وتفهمي الرسائل اللي بتحصل لك في حياتك. يعني إيه الرسائل اللي بتحصل لك في حياتك؟ في العيد الصغير في 2015 عبد الله ابني نفسه يشتري عجلة، لفينا محلات كتير جدا مش لاقيين عجلة تكون مقاسه وسعرها مناسب، بدأنا ندور اونلاين في المستعمل وعجبتنا واحدة ورحنا بالفعل عشان نشوفها. العجلة كانت مقاسه وشكلها حلو، ساقها شوية وشبط فيها، فسألنا الأم بكام يا ستي؟ قالت دي جايه لنا هدية فمعرفش سعرها كام بس عايزة فيها كذا. سعرها مقارنة باللي شفناهم كان معقول. جوزي قال ماشي، وبعدين جربها لقاها بتعمل صوت كده ومش مظبطة. ايه الحكاية؟ الولد صاحب العجلة قعد يقول اي كلام، المهم مرتحناش وقررنا اننا مش هناخدها ومشينا. طبعا عبد الله انهار وقعد يقول لنا انا بقالي كتير قوي بدور واخيرا واحده عجبتني ولونها حلو ومقاسي، والعيد خلص وانا لسه ما جبتش حاجه والشتا هيبتدي ومش هلحق اسوقها وانا كلها يومين وهعجز واموت والقيامه هتقوم ومش هبقى لسه لقيت العجله. عمل فيلم يعني، واحنا نقول له العجله مبهدله مش هنشتريها ونصرف عليها وبتاع وهو مفيش. المهم مشينا من غير ما ناخدها بعد ما كنا دبينا مشوار بتاع ساعه لبيت الناس دول. طلعنا على مكان كده عشان حفله العيد، وقلت له في الطريق ادعي يا عبد الله انك تلاقي عجله احسن منها. واحنا في الطريق جوزي سرح واخد طريق تاني غير اللي كان هياخده. ببص على يميني لقيت محل كده عنده عجل كنا دخلنا قبل كده كل فروعه القريبه مننا، فقلت لجوزي ما تيجي نشوف الفرع ده يمكن نلاقي عنده حاجه. دخلنا وعبد الله بيدعي زي ما يكون مراته بتولد، إذ بنا نتفاجأ بنفس العجلة بالظبط بنفس اللون والمقاس وبكام، بنفس السعر اللي الست طلبته، بس العجلة دي جديدة مش مستعملة. عبد الله جاله ذهول واتبسط وكأنه كسب كاس العالم. هو ما اتبسطش بالعجلة نفسها قد ما اتبسط من السيناريو اللي حصل كله على بعضه. المواقف دي بتحصل لنا كتير في حياتنا على فكرة، وساعات مش بناخد بالنا منها، بس المواقف دي بيبقى فيها معنى وحكمة جميلة جدا بنشوفها لما بنركز إننا عايزين نقرا الرسالة. يعني انا ممكن اكون اتكلمت كتير مع عبد الله قبل كده عن معنى الصبر او التوكل او حكمه ربنا وكرمه، انما هو فعلا ما استوعبش الكلام ده. زي يوم شراء العجله لما وقفنا وفكرنا
شوف ربنا استجاب لدعائك وخلى باباك يجرب العجلة مخصوص عشان يسمع فيها صوت ونمشي من غير ما ناخدها، وخلانا نيجي للناس دول مخصوص عشان نروح من عندهم للحفلة مش من الطريق بتاع كل مرة، وخلانا نسرح في الطريق مخصوص عشان نعدي من قدام محل كذا، وخلاني اشوف المحل عشان اقترح اننا ندخل، وكل ده عشان ربنا شايل لك عجلة احسن. كام واحدة فينا بتتعرض لمواقف من النوع ده؟ انا متأكدة انك افتكرتي حاجة شبهه. حاولي ان المواقف دي ما تعديهاش كده، حاولي تقفي عندها وتفهمي رسالة ربنا ليكي في الموقف. عارفة ليه؟ لان مفيش اي حاجة في حياتك بتحصل بالصدفة. كل موقف اتحطيتي فيه، كل شخص قابلتيه، كل كلمة قريتيها او سمعتيها، كل غلطة وقعتي فيها، حتى الكتاب اللي في ايدك ده، كل حاجة في حياتك هي رسائل من ربنا ليكي. لكن مين اللي بتقدر تقرا الرسالة؟ اللي عارفة كويس ان كل حاجة بتحصل لنا لحكمة، اللي فاهمة كويس هي عايشة ليه وعندها علاقة بجودة مع ربنا. لو بتركزي انك تقفي وتقري الرسالة اللي في المواقف، هتلاقي نفسك مع الوقت بقى عندك حكمة في نظرتك للأمور. وحتى لو اتحطيتي مرة في موقف ما فهمتيش الحكمة منه، فبرضه هيكون رد فعلك مختلف لانك عارفة ان في رسالة يمكن مع الوقت والصبر تقدري تقريها. وده مش معناه انك تبقي سلبية وما تعافريش عشان توصلي للي انت عايزاه، انما ده معناه انك تعافري بس بحكمة. شيلي الفيشة. الخطوة التانية اللي بتفرق الإنسان اللي عنده حكمة عن الشخص المتهور أو العشوائي في قراراته هو درجة تواصل الشخص ده مع نفسه. في حاجة موجودة فينا كلنا اسمها الحدث، وساعات بيسموها الجوت فيلينجز. ايه ده بقى؟ الحدث هو الإحساس اللي ساعات بيجي جواكي من غير مقدمات، يقولك أنا مش مرتاحة، أنا مش مطمنة، أنا حاسة إن في حاجة غلط. عارفة جملة الفار بيلعب في عبي؟ هو ده الحدث. والحدث ده موجود عندنا كلنا وبيبعت لنا كلنا رسائل، انما مين اللي بيسمع؟ اللي بيسمع هو الشخص اللي متواصل مع نفسه، مش حابس الحدث ده في أوضة عازلة للصوت. جاري كلاين حكى في كتابه قصة عن حريقة حصلت في بيت، ووقفوا بتوع المطافي يطفوا الحريقة بالمية كالعادة، وبعدين فجأة حس الرئيس بتاعهم ان في حاجة غلط. هو بيقول مش عارف في ايه وما عنديش دليل على حاجة، بس حسيت اننا مش صح هنفضل في نفس المكان. فأمر كل الفريق بتاعه انهم يطلعوا من البيت. الحقيقة ده كان أمر أنقذ حياتهم كلهم، لأنهم أول ما طلعوا من البيت الأرض اللي كانوا واقفين عليها انهارت، واتضح إن الحريق كان مصدره البدروم اللي هم ما كانوش عارفين أصلا إنه موجود. شايفة إن دي مجرد صدفة؟ أو عشان الريس ده خبرة مش أكتر؟ مالكولم جلادويل حكى في كتابه بلانك عن قصة تمثال أثري من اليونان اشتراه متحف في لوس أنجلوس. التمثال ده أما حبوا يقيموا جابوا فريق عمل خبرة من علماء الآثار وعملوا عليه بعض الأبحاث والاختبارات لمدة 14 شهر، وكانت نتيجتهم تمثال أصلي. لكن بمجرد ما فريق من الفنانين المتخصصين في التاريخ شافوا التمثال نفسه، بعد كده قالوا عليه مش أصلي، من غير أبحاث ولا حاجة. شافوه في دقيقة عرفوا إنه مش أصلي، والنتيجة بعد مزيد من الأبحاث طلع فعلا مش أصلي. مش معنى كلامي ده إن الواحد بقى ما يبحثش ولا يتعلم ولا يستشير ويعيش حياته كلها ماشي ببركة الحدث اللي جواه. اللي أقصده إن الحدث ده نعمة، فبلاش تحبسيه، اديله فرصة يتكلم، لأنه ساعات كتير بيبقى بس بيقولك اسألي ودوري تاني، زي ما حصل في قصة التمثال كده. جاري كلاين علق على قصة الحدث وحرق البيت وقال: نحن أكثر من مجموع البرامج والأساليب التحليلية، وأكثر من قواعد البيانات التي يمكننا الوصول إليها، وأكثر من الإجراءات المطلوب مننا حفظها، والخيار الآن بين ما إذا كنا سوف نتقلص إلى مستوى هذه النظم فقط أو نتوسع بفكرنا أبعد منها. زي ما انت شايفة كلامه في منتهى العمق، وعلى رأي المثل الشهير اللي بيقول: يا تقولي كلام في محله يا تقولي حله يا حله. طب نتواصل مع نفسنا ازاي عشان نغذي الحدث ده ونبدأ نسمعه؟ حاجتين مهمين جدا: واحد، سيبي الايفون او الايباد او الايبود او الاي تكنولوجي كلها وحطي فيشة الاي مي كل فترة. يعني ايه؟ من اكتر الحاجات اللي بقت بتقف بيننا وبين الحدث بتاعنا والحكمة في فهم الحياة هو الاعتماد والتعلق الزيادة، واللي بيقلب ساعات ادمان للتكنولوجيا الحديثة. بقى عندنا معلومات كتير جدا وتواصل رهيب مع العالم كله ما عدا نفسنا. مش بقولك طبعا ترمي التليفون ولا اللابتوب، بس اسألي نفسك: هل أنا علاقتي بالتكنولوجيا علاقة صحية ولا مرضية؟ علاقة بتخليني واعية ومتواصلة أكتر بالعالم الحقيقي حواليا، ولا علاقة بتخليني أغوص في العالم الافتراضي وانفصل عن الحياة؟ في مجموعة باحثين من جامعة هارفارد وجامعة فيرجينيا عملوا تجربة غريبة جدا. جابوا ناس وخيروهم بين انهم يقعدوا مدة معينة لوحدهم في أوضة من غير أي أجهزة ولا كتب ولا ورق ولا أقلام ولا أي حاجة، لوحدهم تماما، وبين انهم يعرضوهم لصدمة كهربائية وبعدها على طول يمشوهم. تخيلي كانت ايه النتيجة؟ 67% من الناس اختاروا الصدمة الكهربائية. 67%، يعني أكتر من نص الناس قررت إنها تستحمل ألم صدمة الكهرباء ولا إنها تقعد مع نفسها. ليه مش بناخد ولو حتى 10 دقايق في يومنا نقعد فيهم مع نفسنا؟
إيريك باركر الباحث في سلوكيات الإنسان وعلاقتها بالإبداع شايف إنه الناس اللي بتقدر تقعد على كرسي بالساعات من غير تشتت، مركزة في تفكيرها وبتخطط وتصنع وتبدع جوه دماغها، هيحكموا العالم. وبقية الناس في الوقت ده هيبقوا مشغولين يردوا على الرسائل والتويتات والمقاطعات المستمرة. بتعرفي تقعدي مع نفسك ولا لا يا فوزية؟ لوحدك كده ودماغك معاكي مش مع التليفون ولا الكتاب. بتعرفي تبعدي عن الناس والأصوات والدوشة وتقعدي مع نفسك؟ لو ما بتعرفيش عشان مش لاقية وقت، يبقى انت اخترتي تبقي مفعول به للظروف. اما يبقى في وقت بقى يبقى يحلها ربنا. لكن لو عايزة تبقي فعلا مسؤولة عن حياتك، اتصرفي ووجدي الوقت. ان شاء الله 10 دقايق في اليوم، في الاسبوع حتى. خليني اسألك السؤال التاني. بتقرا بتعرفي تقعدي مع نفسك ولا لا؟ طب مش بتقعدي مع نفسك عشان مفيش الوقت ولا عشان مش حباها؟ لو مش حباها يبقى وقفي قرايه دلوقتي وارجعي اقري الفصل الرابع بتاع انا صاحبتي تاني. ولو قريتيه ولسه مصره ما تصاحبيش نفسك، يبقى اعرفي انها هتعمل حاجه من اتنين: يا هتخضع تماما للتوبيخ والجلد المستمر منك ليها وتتحول لشيء ضعيف ملوش قيمه وتابع لاي حد واي حاجه، يا هتتمرد عليكي تماما وتحطك في مواقف وتختار لك اختيارات وتوقعك في اخطاء عمرك ما كنتي تتخيلي انها تطلع منك. وخلي بالك كمان، لو فضلتي ما بتحبيش نفسك هتغطيها، هتبقي دايما ملبساها ماسك عشان ما تبانش قدام الناس. انا ضحيه، انا طيبه وحنينه ومطيعه، انا مثاليه، انا برنسيسه وفاهمه وعارفه كل حاجه. انا من الماسكات اللي ساعات بنحطها قدام الناس عشان نداري عيوبنا ونخليهم يحبونا. والحقيقه انك لو لبستي ماسكات الدنيا كلها قدام الناس، هتيجي مع نفسك وهتقلعيهم. فيوما ما هتعودي نفسك انك تحبيها زي ما هي، يوما ما هتتفهمي قصورها البشري وتتقبليه وتشجعيها بالراحه انها تتصلح. يوما ما تبقي على طبيعتك فعلا وتحبي الطبيعه دي، هترمي ساعتها كل ماسكاتك من الشباك وهتبقي طبيعيه مع الناس. وساعتها الناس هتحبك انتي مش الماسك. محدش بيحب الشخص المتكلف اللي مش على طبيعته. فابتدي واحده واحده، اقعدي مع نفسك كده وصالحيها ورجعي علاقتك بيها زي ما تكون بنتك اللي انتوا بقالكم سنين بعيد عن بعض لدرجه انك ما بقيتيش عارفاها ومحتاجه تديها وقت خاص لوحدكم عشان ترجعي تعرفيها تاني. كده احنا قلنا خطوتين لو محتاجة يكون عندك حكمة في حياتك. انتي محتاجة بعد تواصلك مع ربنا انك تتواصلي مع نفسك. شيلي فشت العالم اللي حواليكي كل فترة وتواصلي مع فوزية. اعملي علاقة بجودة بينك وبينها عشان تفهميها وتفهمي ايه اللي بيأثر في قراراتها وتعرفي تتعاملي معاها بحكمة في المواقف المختلفة. تالت خطوة محتاجاها عشان تبني الحكمة في حياتك وتتواصلي مع نفسك اكتر وتجودي الحدث اللي جواكي: انك تبقي حاضرة. حاضرة في الحياة يعني ايه حاضرة؟ عيشي اللحظة. في ناس كتير مش بريزنت او مش حاضره في حياتها، مش عايشه في الحاضر في اللحظه. عارفه ما تبقي قاعده قدام منظر جميل جدا، بحر مثلا او حاجه تهدي الاعصاب، بس دماغك شغاله في افكار وافكار، الافكار اللي ملهاش علاقه باللحظه. او مثلا تبقي في لحظه احتفال بانجاز جميل جدا وعماله تفكري في اللي حصل واللي جرى، او قلقانه هتعملي ايه الخطوه الجايه بدل ما تستمتعي باللحظه دي. او تبقي خارجه مثلا مع حد وتتكلمي معاه وتلاقي دماغك اصلا مع ناس تانية وفي اماكن تانية. كلنا بيحصل لنا ده ساعات، بس لو بيحصل لك ده كتير يبقى انت مش حاضره كفايه في حياتك. الناس اللي حاضرة في حياتهم عندهم قدرة جميلة جدا انهم يركزوا في اللحظة اللي هم فيها دلوقتي ومع الشخص اللي هم معاه دلوقتي، ويدوله الاهتمام الكامل الغير مشتت. لما بتتكلمي مع الشخص الحاضر ده بيحسسك وكأن مفيش حد موجود في الدنيا دلوقتي الا انت وبس. في الدقايق اللي بتتكلموا فيها مع بعض انت بتبقي حياته، بتبقي محور تركيزه، بتحسي انه فعلا مديلك اهتمام، وده احساس جميل جدا. والشخص الحاضر ده على فكرة مش بيعمل كده عشان هو فاضي او ما عندوش هموم ولا احلام في حياته. هو بيعمل كده عشان هو قرر انه يبقى مشاهد ومتابع جيد لكل دقيقة في عمره. قرر يدي لكل لحظة حقها. لو ما اتعلمتيش تعيشي وتستمتعي بكل دقيقة في حياتك وتديها حقها، الحياة هتجري وانت مش واخدة بالك. وطول ما انت مش واخدة بالك ومش حاضرة في حياتك، مش هتتعلمي من المواقف ولا هيكون عندك حكمة في تصرفاتك. سبب خطير جدا من اسباب عدم حضورنا في حياتنا هو اننا بقينا بنعمل كل حاجة في الحياة بسرعة. بقينا بنعاني من مرض السرعة. طول النهار بنجري، بقى عندنا مجاعة في الوقت حتى واحنا بنصلي او بنقرا او بناكل او بنستمتع بمنظر جميل. كل حاجة يلا يلا بسرعة واقلب. ونتيجة ده اننا بقينا بنعمل حاجات كتير في حياتنا لكن مش مستمتعين بيها، ودايما حاسين بضغط. والمضحك كمان اننا بنتعامل مع الضغط والسرعة اللي احنا فيها دي على انها علامة على الشطارة والانجاز. بنتمنظر اننا مضغوطين على طول وما عندناش وقت، وكأن الناس اللي عندها وقت تخرج ولا تقعد مع نفسها دي عالم فاضية. الناس دي على فكرة مش عالم فاضية ولا حاجة. والضغط الرهيب ده مش شطارة. الضغط ده بيخلي حياتنا تتاكل وصحتنا تبوظ قدام عينينا، بيخلينا على طول حاسين اننا مرهقين ومستنزفين، ومع الوقت بننهار خالص. محتاجين نبقى حاضرين في حياتنا، حاضرين واحنا قاعدين مع اولادنا وبنلعب معاهم، حاضرين واحنا بنكلم صحابنا واهلنا وازواجنا، حاضرين واحنا في الخروجه ولا الدراسه ولا المناسبه. حاضرين في الحياه مش مجرد موجودين فيها وخلاص. ما ينفعش نبقى شاطرين في التخطيط والتجهيز للحياه واما نيجي نعيشها بقى تفوتنا.
نفضي وقت عشان نخلص الدراسة ولا المشروع الفلاني، ونجهز عشان الفرح ولا السفرية الفلانية، ونطحن نفسنا في الشغل عشان الترقية، ونعمل كل الخطط اللولبية لقدام، لكن ننسى إننا نعيش اللحظة، النفس اللي احنا بنتنفسه حالا ونتبسط بيه. ننسى نبتسم للدقيقة اللي احنا فيها دلوقتي ونستمتع بيها. الحضور في حياتنا بيخلينا نشوف التفاصيل الجميلة اللي فيها ونفهم الصورة الكبيرة، بيخلينا نفهم نفسنا وإيه اللي بيسعدنا، بيخلي علاقتنا بنفسنا وبالناس وبالحياة علاقة حقيقية مش علاقة فاست فود. وكل ده بيصب في الحكمة في حياتنا وفي نظرتنا للأمور. اوعي حياتك تفوتك، استمتعي وعيشي اللحظة. الثلاث خطوات دول، التواصل مع ربنا ومع نفسك والحضور في حياتك، هم أول وأهم طوبة في بناء الحكمة في تصرفاتك وقراراتك. خلي ليكي وقت كل يوم، افصلي من الانترنت والموبايل وكل التكنولوجيا، واقعدي مع نفسك كده تفكري في الحياة وفي المواقف اللي عدت عليكي والحاجات اللي نفسك تعمليها. واما تصحي من النوم الصبح قبل ما تمسكي تليفونك وتشوفي مين بعتلك ايه، خدي دقيقة كده اشكري فيها ربنا انه اداكي يوم جديد، واسأليه يا ترى عايزني اعمل ايه النهارده يا رب. وبعدين قومي عيشي حياتك. ودلوقتي طلعي اي قرارات او خواطر او اسئلة جت في دماغك على الورق عشان ترتبي تفكيرك اكتر. فاضل ايه في موضوع الحكمة؟ 3 خطوات كمان هنكملهم مع سندريلا واشجان. ولهنا هننهي حلقتنا النهارده، والاول مره نخلص فصل كامل في حلقه. اتمنى يا رب انه تكونوا بتحققوا الاستفاده المرجوه من الكتاب. تابعوا معايا، ويا ريت اللي لسه داخل جديد وما سمعش الحلقات اللي فاتت عشان يبقى مجمع معانا وعارف فعلا يحقق استفاده كبيره، يرجع كده للحلقات اللي فاتت، هم مش كتير. ويا رب ان شاء الله تكونوا مستفيدين ومستمتعين معايا، ويكون الاسلوب عاجبكم ويكون فيه تشويق. ان شاء الله الفصل الجاي هو الفصل السابع. لو قدرنا ناخده في حلقه واحده الله المستعان، لو ما نفعش ممكن نجزأه على حلقتين. الفصل اسمه أنا مسيطرة. إن شاء الله يكون فصل جميل كده ويشدنا ونفهم منه ونتعلم منه حاجات تنفعنا في حياتنا. لو انتم لسه ما اشتركتوش معايا في القناة، يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول، تجيلكم إشعارات. ولو انتم من الناس القدام، أنا مبسوطة جدا بوجودكم معايا. القناة بتقوم بيكم وقايمة ليكم وعشانكم. ومستنية إن شاء الله تعليقاتكم، وأي أسئلة ممكن أرد عليها، أنا تحت أمركم. وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على خير، ومع السلامة.